نبدا بقى نسمع الاستاذ مفتوح عباس رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. لا ابو مهندس هاني اصر لحضرتك تبدا. ثاني اصر لحضرتك تبدا. بسعادة لهذا الحفل الكبير. انتوا عملتوا في 20 يوم انجازات كل مصر بتتكلم عليها. فانا بشكركم جدا جدا على المجهود اللي عملتوه، وبشكر وكاله الاهرام، وبشكر كل المذيعين. شكرا جدا. السلام عليكم. المهندس مجدي مكي رئيس مجلس اداره عضو المنتدى جونسون كنترول في الشرق الاوسط. اتفضل يا فندم. مساء الخير جميعا. بدايه وبالنيابه عن شركه جونسون كنترول احب اعبر مدى سعادتي بوجودي النهارده. طبعا احب اشكر المهندس هاني شمس وزملائي الفرقه الرياضيه في الشرق الاوسط في افريقيا، بالاخص الذكرى المئويه لنادي الزمالك في مصر، ومن اعظم مدربي كره القدم الافريقيه في تحقيق. أنا ماليش الشرف إن أبقى مهندس، إنما قد يكون أنا خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنما بصفة رئيس مجلس إدارة الفن والهندسة ممكن أكون مهندس. نادي الزمالك مدرسة الفن والهندسة. تقريبا 20 سنة قبل بداية نادي الزمالك طبعا مؤسس شركة جونسون أول جهاز محمد نصر واحد من المطربين الجمال واعظم مخرج في مصر. انت كان ليك بقى اعتاب كده الاستاذ محمد نصر قلته لي، ومعانا الاستاذ محمد هو نصر. فعلا اشطر مخرج في مصر، بس هو اهلاوي جدا. طب وانت زملكاوي وده مش عيب يعني، دي حاجه كويسه. انا محايد طبعا الحمد لله. بس انا لو هعمل اغاني مثلا يعني وانا بعمل اغاني او بعمل برنامج رياضي هعمله زي الزمالك زي الاهلي، لان احنا بنحس ان نصر يعني ميال ناحيه الاهلي يعني. ليك حق الرد. وكابتن مدحت شلبي ليك حق الرد يا استاذ محمد. ايه رايك في الفيلم اللي اتعمل؟ لا الفيلم ده رائع، انا بشكرك على الفيلم ده والله. يعني الفيلم ده بتاع الزمالك ده رائع. يعني بس احنا انا بتكلم على مثال الانوار. لا كده محايده. انا بتكلم على مثال الانوار. من الاحتفال بمئويه الزمالك والله لازم برضه مئويه الزمالك عملت شغل عالي قوي، بشكرك عليه. اذا بنسبه بس الحياه نكمل بقى، هو حلقه في السنه، هو حلقه في السنه. لا هنكمل بقى. طب عايزين حضن اهلاوي وزملكاوي حلو كده. حبيبي. المخرج العظيم محمد نصر، يعني دايما اي انجاز او اي ابداع في الاخراج المصري لازم تلاقي تحت كده مكتوب مخرج محمد نصر الدين. في البدايه بهنيك بالفعل، يعني حدث كبير، والفيلم الوثائقي النهارده بمثابه يعني روح الحدث النهارده. الحمد لله. طبعا في اي مكان وفي اي وقت بيبقى احنا مطلوب مننا ان احنا نحتفل باي نادي كبير في مصر، لازم نحتفل بيه بعيد عن الانتماء او بعيد عن الاهواء. نادي الزمالك يستحق ان احنا نحتفل بيه، يعني يستحق ان انا اعمل له، يعني اشارك في ان انا اعمل جزء في المئويه مع الوايت نايتس طبعا، ويستاهل ان انا اعمل له فيلم زي ده. تاريخ نادي الزمالك تاريخ كبير زي ما عملت قبل كده النادي الاهلي، فلازم كان الواحد يجد ويجتهد ويسعى ان هو يطلع حاجه تليق باسمه وتليق باسم نادي الزمالك، لان نادي الزمالك مش نادي للزملكاويه بس، نادي الزمالك ده بتاعنا كلنا، نادي مصري. يمكن انا عارف انك بتحب كل لعيبه الزمالك وكل المنظومه الزملكاويه، لكن في لاعب كده مميز بتحبه كنت عامل له النهارده يعني افيه لوحده كده، فيلم الاسمراني شيكابالا. كان ليه حاجه مميزه النهارده، واكيد شيكابالا يستحق بالفعل. شيكابالا لسه شايفه دلوقتي، اول ما شافني قال لي اديها حته كده وحته كده، قلت له طب اتفرج دلوقتي. لما شافه دلوقتي خدني بالحضن قعد يبوس فيا، قال لي مش ممكن يعني. طبعا شيكابالا لعيب، هو احرف لعيب في مصر على الاطلاق من يوم ما بدات كره القدم، دي حقه مش ممكن يعني. انتوا شوفوه وانتوا احكموا عليه، الراجل يعني موهبه تستحق الدراسه على المستوى العام كله، على مستوى العالم كمان. عبد الواحد السيد لعيب محترم وفنان ومهذب، ويستاهل ان الواحد لازم يديله حقه لانه ما خدش حقه خالص. احمد حسن بقى ده المبدع، وجميع لعيبه الزمالك طبعا يعني السنه دي ما شاء الله عليهم، حاسين الدوري اهلي زمالك حرس الحدود هيبقى دوري رائع. يمكن الفيلم الوثائقي بالفعل نال اعجاب الجميع، بس اكيد وجدت صعوبه واجتهدت فيه في التقطيع والدور على الاحداث. احكي لنا بقى قصه الفيلم ده ازاي، والفكره جات لك منين؟ الفكره جات لي من دماغي.
انا بعرف اكتب كويس يعني، واسال الكابتن مدحت شلبي يعني. كتبت الفيلم كده بايدي، فكرت ازاي اعمل حاجه تاريخيه لنادي الزمالك. اللي اتعلمته في كليه الاعلام اللي مخزون في دماغي طلعته، حاولت اوظف الكلام مع بعضه. خد مني وقت كتير قوي، توظيف الصوره مع بعضها خدت وقت كتير قوي، تكوين الفيلم مع بعضه، مع المكساج، مع كل المجهود اللي اتبذل فيه. يعني حسيت ان انا النهارده وانا بتفرج مع المجموعه في الحفل ده يعني حسيت ان انا فخور جدا ان يطلع فيلم زي كده يعني. الحمد لله يعني. الاهلي والزمالك بعد اسبوعين اكيد مجهز لنا مفاجآت سواء للالتراس الاهلاوي الجميل او الوايت نايتس الزملكاوي الجميل. المباراه دي مباراه الجماهير ان شاء الله. الوايت نايتس العظيم، الالتراس الاهلاوي العظيم ان شاء الله هيثبتوا بالرغم من المشاحنات. احنا مهما نقول في مشاحنات، لكن مشاحنات جميله. هو دي عقليه الالتراس يعني، ما حدش يتخض. عقليه الالتراس بتقول لك صدام، ما تتخضوش. هو صدام هيبقى صدام خفيف، صدام في المدرجات كده مناوشات، لكن ان شاء الله هي تطلع مباراه رائعه، لكن بعقليه الالتراس هتطلع اروع. طب كلمه ليهم بقى قبل الماتش والروح الجماهيريه اللي احنا شايفينها يمكن في المدرجات بالفعل. جماهير الاهلي او جماهير الزمالك بقى في روح حلوه في التشجيع يا استاذ محمد الفتره الاخيره، واكيد الكل ملاحظها. تحيه لجمهور الزمالك، وتحيه لجمهور النادي الاهلي، وتحيه لجماهير مصر كلها اللي بتثبت وعيها يوم بعد يوم برغم من بعض الحاجات البسيطه جدا. لكن في مباراه الاهلي والزمالك هندي نشان للاهلي، رابطه اليو 07 المسماه بالالتراس الاهلاوي او الريد ديفلز، والالتراس وايت نايتس. كنت بقول عليهم الليالي البيضاء، هم هصححوا لي، هم الفرسان البيضاء في المدرجات. كل مصر بتتكلم عليها. فانا بشكركم جدا جدا على المجهود اللي عملتوه، وبشكر وكاله الاهرام، وبشكر كل المذيعين. شكرا جدا. السلام عليكم. المهندس مجدي مكي رئيس مجلس. هنتكلم بعدين. طب سعيد بالكليب اللي عمله ناصر النهارده نادي الزمالك؟ اكيد طبعا، هو مخرج ايه رايك عظيم. محمد ناصر كمخرج؟ شوف برضه لازم يتكلم صح؟ لازم يتكلم. ايه رايك محمد ناصر كمخرج؟ ممنوعين والله. بعيد عن التاريخ. هو محمد انا بحبه طبعا. ربنا يكرمه على طول ان شاء الله.